نغمة الخروج المشرف دي منتشرة من بعد المباراة كده من بعض الجماهير اللي بتشجع أندية تانية، يعني اللي هي مش كانت مطالبة إن هي تشجعنا أصلا في البطولة. وحتى لو أنا كنت شرفت بلدي أو شرفت مصر، هي مش كانت يعني مش كانت هتبقى معتمدة الكلام ده، وتقول أنت بتشجع نفسك بس أو أنت بتعتمد نفسك بس وأنت بتشرف نفسك بس ما بتشرفش حد في البلد يعني. دي النغمة أصلا اللي هما بيمسكوها، سواء شرفتهم أو سواء ما شرفتش البلد. يعني أنت ما بتشرفهمش هما، أنت بتشرف بلدك، بترفع اسم بلدك، بترفع اسم ناديك في المحافل العالمية. فأنت مش مطالب إن أنت تثبت حاجة لحد يعني. أنا اتعادلت مع إنتر ميامي وكنت الطرف الأفضل، اتعادلت مع بورتو وكنت الطرف الأفضل، أو بالمعنى الأصح هما اللي تعادلوا معايا، سواء بورتو أو إنتر ميامي، لأن أنا كنت الطرف الأفضل في المباراتين. ولو مش رعونة اللعيبة بتاعتنا احنا كنا خرجنا في المباراتين دول بمكسب. كنت قدرت ان انا اجيب 6 بونت كفيلة ان هي تصعدني اول في المجموعة دي. خسرت من مباراة بالميراس، يعني مش كان اداء احسن حاجة، وخسرنا المباراة مفيش مشكلة. بقينا عملنا مرتبط بناس تانية او بفرقة تانية ان هي تخسر او تتعادل او الكلام ده، بس احنا ما طلبناش الفرقة بحاجة. احنا كل اللي طلبناه ان الفرقة تنزل تعمل اداء قوي قدام بورتو، اللي هي بالمناسبة فرقة من اوروبا يعني. فاحنا طلبناهم بس ان هم يعملوا اداء رجولي واداء يشرفنا بجد، ويثبتوا للناس دي ان خروج الاهلي كان بس كده ايه، حاجه بالصدفه او حاجه من رعونه اللعيبه في تضييع الفرص. انما الاهلي ما كانش يستاهل ان هو يخرج من الدور ده او من دور المجموعات، كان يستاهل ان هو يوصل لنقطه ابعد من كده. ده بالنسبه للخروج المشرف اللي الناس عماله تتكلم عليه. زي يا حبيبي ما انت مش مطالب او مش مطالب ان انت تشجعني في اي بطوله ايا كانت هي ايه، مش مطالب برضو ان انت تقعد تنتقد وتقعد تتريق وتقول ايه اللي هو فين الخروج المشرف. انا كجمهور النادي الاهلي انا ما قلتش ان هو خروج مشرف، وكلنا كنت حاطين امل على الفرقه ان هي توصل لمكان ابعد من كده. بس لما وصلنا لنقطه ان احنا خلاص ما بقاش في ايدينا الصعود، قلنا ان احنا نقدم احسن حاجه عندنا ونقدم مباراه كبيره الناس كلها تتكلم عنها، وده اللي حصل. بس فانت مش مستنين رايك في حاجه. خليك في فرقتك، خلي فرقتك هي اللي تشرفك. شوف فرقتك بتشارك في بطولات ايه او بتلعب فين، وخليها اللي تشرفك. انت مستني الاهلي يشرفك ليه؟ خلي الاهلي يشرف جمهوره بس ويشرف بلده بس ويرفع اسم بلده، لا اكتر ولا اقل. السلام عليكم.